أهلاً وسهلاً بيكم يا أحلى وأجمل متابعين. أهلاً بيكم في قناتكم نونا والحكاية، مع قصة وحكاية جديدة ممتعة جداً وجريئة جداً. بتمنى تكملوها لحد الآخر، وقبل ما أبدأ ياريت تنزلوا دلوقتي تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. ويلا بينا نبدأ. سناء ست متجوزة بقالها 7 سنين وعندها ولد وبنت. حياتها مع جوزها الدكتور رامي مملة وما فيهاش جديد. رامي دكتور شاطر، بس شطارته دي مخليه حياته كلها شغل في شغل، من المستشفى للعيادة للمستوصف الاستثماري، لدرجة إن سناء والأولاد ما بيشوفوهوش غير الكام ساعة اللي بينامهم، وساعات كمان كان بينام في عربيته من كتر التعب. سناء كانت طول الوقت بتتخانق معاه وبتقوله إنها ليها حقوق كزوجة، بس هو كان بيرد تمام ومفيش حاجة بتتغير. الوضع ده فضل فترة طويلة لحد ما سناء تعبت من كتر الشكوى. رامي قال لها هي دي حياتي، والوقت اللي بخصصه ليكم ده بستقطعه من نومي كمان. سناء ردت عليه وقالت ليه يعني؟ نام خلاص مفيش مشاكل. وفعلا اتعودت هي والأولاد على غيابه، وبقت حياتهم من غيره. شهور وسنين عدت وهم حاسين إنهم مفتقدين وجوده. هو بالنسبة لهم بقى مجرد ماكينة ATM. هاتي فلوس، خدي اللي انتي عايزاه، بس سيبيني أركز في شغلي. وفي يوم رامي قال لها إن عربيته تحت في الجراج ومحتاجها. طلب منها تنزل تخلي البواب يغسلها وياخدها. شعبان قرب من العربية وهو لابس جلابية ومشمرها ولابس قرصون. المنظر ده كان غريب بالنسبة لسناء. هو خد باله إنها بتبص عليه فبدأ يعمل حركات زيادة. سناء كانت عارفة إن شعبان عينه زايغة وقليل الأدب، والناس كلها عارفة إنه بيعاكس الستات والبنات، وكذا مرة عملوا معاها مشاكل. فجأة عمل حركة غريبة قدامها. سناء اتصدمت وقالت له إيه ده؟ احترم نفسك، إيه اللي انت عملته ده؟ شعبان رد عليها بكل جرأة عملت إيه؟ سناء قالت له انت مش عارف انت عملت إيه؟ قال لها لا مش عارف. سناء سابته وقالت طب تمام لما تبقى تعرف بقى. شعبان ضحك وقال طب ما تقوليلي. سناء ردت أقول لك إيه؟ ما هو كل حاجة باينة وظاهرة. شعبان قال لها طب إيه رأيك؟ سناء قالت له أنت اتجننت؟ قال لها ليه بس؟ قالت له أنا بقول لك كده عشان تقولي كده؟ ضحك وقال مفيش مشكلة. قعدوا يتكلموا شوية وسناء كلمت جوزها لقت بيقول لها إنه خلاص سافر. قالت له العربية؟ قال لها لا، ما أنتي أخرتيه، وواحد من زمايلي اللي كان رايح معايا ركبت معاه، فخليها بقى. سناء سابت العربية وطلعت، بس منظر شعبان ما كانش قادر يروح من دماغها. تاني يوم سناء نزلت الجراج بمزاجها رغم إن عربيتها كانت بره الجراج. نزلت عشان تاخد عربية جوزها، لقت شعبان جاي وعمل نفس الحركة اللي عملها أول مرة. سناء قالت له ده انت قاصد بقى. شعبان رد انت مركزة معايا ليه؟ سناء قالت أمال أركز مع مين؟ مش أنا هنا في الجراج؟ قال لها طب ما انتي في الجراج، ما تيجي أعزمك على شاي أو قهوة. سناء قالت له عندكم شاي حلو؟ قال لها يجنن هيعجبك قوي. سناء قالت له طب تمام اسبقني على مركن العربية وأنا جايالك. شعبان سبقها وفتح أوضته وعمل كوبايتين شاي. سناء غسلت عربيتها ودخلت له، قعدوا يتكلموا وهو بيشربها أحلى كوباية شاي في الدنيا. شعبان قال لها انتي حلوة قوي على فكرة، وشكلك خسارة في الدكتور اللي انتي متجوزاه. ده راجل تحس انه غلبان ومش مقدر قيمتك وسايبك طول النهار لوحدك. سناء قالت له وانت ملاشز؟ قال لها امال انت فاكراني قاعد كده زي عدم؟ اللي زيك يتشال على الدماغ. فضل يتكلم كلام حلو ويسرح في الكلام وإيده كمان بتتحرك. سناء كانت قاعدة بتسمعه ومبسوطة بكلامه. بعد فترة من علاقتها بشعبان الموضوع كبر وبقوا يتقابلوا في أوضة الجراج على طول. في يوم وهم مع بعض لقيت الباب بيتفتح فجأة ودخل واحد تاني. سناء اتخضت وقالت له مين ده؟ شعبان قال لها ده عبد العزيز ابن عمي السايس بتاع الجراج. سناء قالت أنا أول مرة أعرف إن ليكي ابن عم، بس إزاي دخلته هنا؟ شعبان قال لها لا ما تقلقيش، ده ستر وغطا وسر، وهنبقى مع بعض إحنا التلاتة عادي جدا. سناء استغربت وقالت إيه اللي بتقوله ده؟ شعبان قال لها هتتبسطي، إنتي اللي خسرانة. لقيت التاني هو كمان عمل نفس الحركة اللي عملها شعبان أول مرة. سناء اتصدمت تاني. شعبان ضحك وقال لها مش أنا قلتلك هتتبسطي؟ ومش قلتلك إننا كلنا مقاسات كده إكس لارج؟
سناء قالت له يعني الموضوع عادي؟ قال لها تمام. من يومها سناء بقت بتتقابل مع الاتنين، ساعات فوق في شقتها وساعات تحت في الجراج. الحياة كانت ماشية كده لحد ما في يوم رامي جوزها قال لها إنه هيسافر برا سنة عشان يكمل دراسة، وقال إنه عايزة هي والأولاد معاه. رامي قال لها مش دايما بتقولي عايزة أقضي وقت جميل وأسافر وأتفسح؟ سناء اتصدمت وقالت له دلوقتي مش عايزة، خلينا هنا. رامي رد بكل صراحة الكلام ده تقوليه وانتي مرتاحة في البيت، لكن شغلي مهم جدا والبيزنس بتاعي أهم، وأنا مش باخد رأيك، أنا ده بلغك. سناء اتجننت لأنها عارفة إنها لو سافرت هتتحرم من شعبان وعبد العزيز. حاولت تتحايل على رامي 3 شهور عشان يلغي فكرة السفر، بس هو كان مصمم، والأولاد كمان كانوا موافقين ومتحمسين. رامي قال لها انتي واحدة فقيرة عايزة تعيشي وتموتي هنا، خليكي وأنا هروح أنا والأولاد. سناء قالت له طب وأنا؟ رامي رد بهدوء أنا هطلقك وهشوف واحدة تانية تكون أم للأولاد وزوجة ليا. سناء حست إن رامي بيهددها وخافت على المستوى المادي اللي هي عايشة فيه، وما كانش عندها استعداد تسيبه. ما لقتش حل غير إنها توافق على السفر. سناء وافقت وجهزت شنطها وودعت شعبان وعبد العزيز في ليلة كانت بالنسبة لها حلوة معاهم هما الاتنين. سافرت مع جوزها وولادها. بعد 6 شهور من السفر لقت نفسها عايشة في حبس ووحدة في بلد غريبة. حياتها كلها بقت ما بين الخروج مع الأولاد والمذاكرة معاهم والنوم معاهم. رامي هناك زي هنا مشغولة على طول. سناء بتقول إنها في مصر كانت بتروح لأهلها أو أهل رامي أو تنزل النادي، لكن هنا حياتها مقفولة، والأهم من ده كله إنها مفتقدة شعبان وعبد العزيز. سناء بتقول إنهم كانوا بيحسسوها إنها عايشة وإن ليها قيمة وكيان وإنها بتستمتع بأنوثتها بجد. سناء بتقول إنها مش ندمانة على اللي عملته معاهم، وإنها لو الزمن رجع بيها هترجع لهم تاني. وكمان بتقول إنها أول ما ترجع مصر هترجع لهم تاني، لأنهم هم اللي حسسوها إنها عايشة. وبتقول إنها مش شايفة نفسها غلطانة. القصة دي بتورينا إن الإنسان لما بيغرق في الشهوات بيشوف الغلط صح، وبيحس إن اللي بيدمر حياته هو اللي بيسعده. سناء كانت بتدور على اهتمام وحب، بس للأسف اختارت طريق غلط. الخيانة عمرها ما بتجيب سعادة. وفي الآخر سناء رجعت لوحدتها، بس المرة دي في بلد غريبة. العبرة هنا إن السعادة الحقيقية مش في الهروب من المشاكل ولا في الخيانة. السعادة الحقيقية في مواجهة المشاكل والعمل على حلها، وفي تقدير النعم اللي ربنا ادانا إياها. رامي كان بيشتغل ليل نهار عشان يعيش سناء والأولاد في مستوى كويس، لكن سناء ما كانتش مقدرة، وده اللي خلاها تدور على أي حاجة تملى الفراغ اللي حاسة بيه حتى لو كانت غلط.